مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. ارتفاع معدل مشاركة الإناث في التعليم بمديرية فورتو ساوا. تنظيم دورات مهنية للشباب في إقليم القاشبركة لرفع قدراتهم الإنتاجية. اجتماع لتقييم تنفيذ البرامج الثقافية والرياضية في الإقليم الجنوبي. العراق وإيران تبحثان تطوير اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي. قتلى في اشتباك بين مجموعتين مسلحتين في جنوب كولومبيا. الإمارات والهند تتجهان نحو شراكة استراتيجية دفاعية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أفاد مدير مدرسة فورتو ساوا الداخلية للمرحلتين المتوسطة والثانوية الأستاذ محمد جمع محمد بأن معدل مشاركة الإناث في التعليم شهد ارتفاعا ملحوظا في هذا العام الدراسي. وذكر الأستاذ جميع الجهات المعنية للتضافر في توعية المجتمع الذي تعتمد حياته على الرعي والتنقل المستمر. وأضافت مسؤولة المناهج بالمديرية الأستاذة سنايت عبد الله بدورها أن عدد الطالبات سجل ارتفاعا بنسبة 6% إلى جانب نجاح 128 طالبة شاركنا في امتحان الصف الثامن من أصل 130 طالبة، مما يشير إلى كفاءتهن الأكاديمية. وأشادت الطالبات اللواتي يتلقين التعليم في هذه المدرسة الداخلية بإتاحة الفرصة لهن ورعايتهن وتشجيعهن للاستمرار في التعليم. أعلن فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في إقليم القاشبركة بأن مبادرته لتعزيز قدرات الشباب من خلال تنظيم دورات المهنية تحقق نتائج مشجعة. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد المكلف السيد ماريكوس كرماتسيون أنه إلى جانب الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التنظيمات الشبابية يتم تنظيم دورات باستمرار بالتعاون مع الشركاء لرفع مستوى وعي الشباب واكتساب مهن مختلفة. وذكر بأن الدورات التدريبية التي تتراوح مدتها من 3 إلى 6 أشهر تشمل الإسعافات الأولية وتكنولوجيا الحاسوب وتربية النحل وفنون التجميل والسباكة والتحرير وإنتاج الصور بمختلف أنواعها وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وأضاف أنه تم تدريب 2366 شابا، من بينهم 1200 شابة في 12 إدارة مديرية منذ عام 2022 وحتى العام 2025. وأكد الشباب الذين حصلوا على فرص التدريب بأنهم حققوا نتائج إيجابية من التدريبات المهنية المجانية، وحث الجهات المعنية على الاستمرار بتنظيم الدورات بطريقة منظمة. عقد اجتماع في مدينة مندفرة لتقييم تنفيذ البرامج الثقافية والرياضية لعام 2025. وخلال الاجتماع قدم مسؤول الثقافة والرياضة في 12 مديرية تقاريرهم وناقشوا المجالات التي يجب معالجتها ومعالجة أوجه القصور والتحديات. أوضح المدير العام لإدارة الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي السيد إبراهيم يوهنس أنه تم إجراء حفريات أثرية في منطقتي عد وحزة بمديرية مندفرة وهدامو بمديرية دقة محرة، بالإضافة إلى مساحات أثرية في منطقة عدي جلجل بمديرية دباروة. من جانبه أكد حاكم الإقليم الجنوبي هبتاء فيساسيون وقوف إدارة الإقليم الجنوبي إلى جانبهم لتنفيذ ما يطلب بهدف دراسة الجوانب القانونية لعملية النقل والعمل على قدم المساواة لجميع الأنشطة الرياضية. وذكر رئيس المجلس الشعبي بالإقليم الجنوبي السيد ولاي قبراي جميع فئات المجتمع بأهمية إدراك أن الأنشطة الثقافية والرياضية مترابطة وأنها أساس التنمية واستدامة المجتمع. واقترح المشاركون ضرورة موائمة الأنشطة الثقافية والرياضية مع البرامج التعليمية واستمرار النجاح المحقق في رياضة الدراجات الهوائية وألعاب القوى وانعكاسه على أنشطة أخرى. وأخيرا تمت الإشارة إلى أن الخطوة الرئيسية تشمل دراسة التراث الثقافي الشفهي والتراث الثقافي المادي وإطلاق حملة تركز على الحفاظ على التراث وتعزيز برنامج جوائز أورا وتنظيم دورة تدريبية لسد النقص في القدرات الفنية. عقد اجتماع في 17 من يناير لتقييم تقدم برامج تعليم الكبار التي تم تنفيذها في السنوات العشر الماضية في مديرية شعب. وأوضح مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ جامع صالح في التقرير الذي قدمه أن برامج تعليم الكبار يشمل القضاء على الأمية وإعادة التأهيل والتعليم المسائي. مضيفا أن الحياة الريفية والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية كانت من بين التحديات الرئيسية التي واجهت أنشطة برامج تعليم الكبار. وذكر أنه تم تنفيذ أنشطة فعالة لمحو الأمية في جميع إدارات الضواحي باستثناء إدارتي كيلو وشلشلة.
وأشار مسؤول برنامج تعليم الكبار في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ محمد عثمان إلى أن النتائج المسجلة في مديرية شعب منخفضة مقارنة بالمديريات الأخرى، وحث على زيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية لتحقيق نتائج أفضل. وبعد مناقشة النقاط الرئيسية قدم المشاركون الآراء والاقتراحات لتوسيع وتعزيز برامج تعليم الكبار. وذكر مدير المديرية السيد أبو بكر إبراهيم في الختام أن التقارير والتعليقات المقدمة كانت مفيدة في تحقيق خطة العمل الخمسية المقبلة، مؤكدا أنه سيتم العمل عليها بطريقة جدية إلى جانب برامج التنمية المنشودة. استشهد النقيب باقوم كيداني في يوم 18 من يناير عن عمر ناهز 73 عاما جراء مرض ألم به. التحق النقيب باقوم كيداني بصفوف جبهة تحرير إريتريا في عام 1971، ثم انضم إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1991، وناضل ضمن الوحدات القتالية والإدارة الجماهيرية والأمن وكممثل مكتب جبهة تحرير إريتريا تنظيما موحد. النقيب باقوم كيداني رب أسرة وأب ل8 أبناء، وأوري جثمانه الثرى يوم أمس 19 من يناير في مقبرة الشهداء بكرن. هذا وتعرب قيادة الجيش الشعبي وحدة المخابرات العسكرية عن بالغ حزنها باستشهاد النقيب باقوم كيداني وتعزي ذويه ورفاقه المقاتلين. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ظهران نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث بحث العلاقات الثنائية وإعداد اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي وتطورات المنطقة. وأشاد عراقجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حسين بخروج القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد وإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، معتبرا أنهما مؤشران واضحين على ترسيخ استقلال العراق واستقراره وسيادته الوطنية بحسب إفادات وكالة تسنيم الإيرانية. وذكرت تسنيم أن الطرفين اتفقا خلال لقائهما في طهران على المضي قدما في المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى استقرار المنطقة والتوصل إلى فهم مشترك للتحديات الأمنية، مع متابعة إعداد اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي بجدية. قتل ما لا يقل عن 27 شخصا في اشتباك مسلح بين مجموعتين يساريتين بمنطقة الأمازون جنوب كولومبيا بحسب إفادات مصدر عسكري لوكالة فرانس بريس. وانفصلت المجموعتان عن القوات المسلحة الثورية في كولومبيا فارك منذ توقيعها اتفاق سلام في عام 2016 مع بوغوتا، مما وضع حدا لصراع دام العقود. وتتقاتل هاتان المجموعتان في مقاطعة جوافيار الواقعة في منطقة الأمازون للسيطرة على طرق تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني وعمليات الابتزاز. وقالت مصادر عسكرية أن حصيلة القتلى أولية. وبدورها بدأت المجموعة التي يقودها كالاركا محادثات مماثلة ولكن بوتيرة متقطعة. وقعت الإمارات والهند خطاب نوايا لشراكة استراتيجية في المجال الدفاعي بين البلدين، وذلك خلال زيارة لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للعاصمة الهندية نيودلهي. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي شهدا تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين وتطويره، وذلك في إطار زيارة عمل الرئيس الإماراتي إلى الهند. وأوضحت الوكالة أن أحد خطابات النوايا بين الإمارات والهند يتعلق بالشراكة الاستراتيجية في المجال الدفاعي دون أن تنشر المزيد من التفاصيل. وقال وزير الخارجية الهندي أن توقيع خطاب النوايا مع الإمارات لا يعني بالضرورة انخراط الهند في الصراعات الإقليمية. وإلى جانب مجال الدفاع، وقعت أبو ظبي ونيودلهي أيضا صفقة قيمتها 3 مليارات دولار لشراء نيودلهي الغاز الطبيعي المسال من الإمارات لمدة 10 سنوات. في الخبر الأخير، أسفر انفجار استهدف فندقا في العاصمة الأفغانية كابول عن سقوط قتلى وجرحى وفق ما أعلنت عنه الشرطة المحلية وحكومة طالبان، ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون إثر انفجار بالمطعم. وأفاد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران أن الانفجار وقع قرب مطعم صيني في منطقة شهرنو وسط المدينة، نتج عنه مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. وشوهد الدخان يتصاعد من موقع الحادث بينما هرعت فرق الإطفاء للمكان. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. التعليم
تنظيم دورات مهنية للشباب في إقليم القاشبركة لرفع قدراتهم الإنتاجية. اجتماع لتقييم تنفيذ البرامج الثقافية والرياضية في الإقليم الجنوبي. العراق وإيران تبحثان تطوير اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي. قتلى في اشتباك بين مجموعتين مسلحتين في جنوب كولومبيا. الإمارات والهند تتجهان نحو شراكة استراتيجية دفاعية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.